في خطوة جريئة الحقيقة طال انتظارها، قررت إدارة مهرجان كان السينمائي وضع حد لظاهرة الفساتين العارية والمبالغة في الأزياء، وشددت على الالتزام بالأناقة الراقية. الحقيقة المهرجان بدأ بداية جميلة جدا النهاردة، وعرض فيلم من إخراج إيميلي بونان ليف وان دي في حضور لافت لنجوم العالم صناع السينما. وتم في المهرجان ده تكريم النجم الأمريكي الأسطوري روبرت دينيرو بمنحه السعفة الذهبية الفخرية تقديرا لمسيرته الطويلة والمليئة بالأعمال الخالدة. المهرجان ده حضور عالمي وتنوع ثقافي، وتميز هذا العام بحضور هندي لافت. وعلى الصعيد العربي بقى شهدت الدورة مشاركة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مما يعكس رغبة متبادلة في التعاون الثقافي وتبادل الخبرات السينمائية بين الشرق والغرب. عايز أقول لك إن مهرجان كان هذا العام ما بيكتفيش بعرض الأفلام، لا، ده بعيد تشكيل صورته ومكانته كأحد أكثر المحافل احتراما للفن والذوق العام، وبين تكريم عمالقة السينما وفتح الأبواب أمام وجوه جديدة، وبين وضع ضوابط للسلوك والمظهر. يظل المهرجان منصة للتعبير والابتكار والارتقاء، لأن السينما كما يقول عشاقها ما هياش فقط ما يعرض على الشاشة، بل أيضا كيف نحتفي بها. المهرجان ده حقيقي مهرجان فيه تنوع فني وثقافي مش معقول، يعني هايل جدا، والكتابات عنه ممتعة، خاصة النقاد الفنيين. وله يعني له كده صيت وسمعة جميلة، إن كله بيحاول يروح مدينة كان الفرنسية من الإعلاميين والنجوم، وهي أعرق وأهم المهرجانات السينمية حقيقة في العالم. كمان يعني خد بالك المهرجان ده أنظار العالم المهتمة بالسينما وبالفن بتتجه إليه، ودايما بتبقى فيه أسئلة كثيرة عن الأفلام المشاركة